مساء الخير سناب شات، كيفكن؟ شو اخباركن؟ رمضان مرحبا. كريم مني ومن خيس. انا ماسك لبكت حالي بالتليفون وواير الدنيا. المهم يلا جاهزة؟ جاهزة لشو؟ انك تعملي لهم فقرة الرياء. بعرف ليش عملت سسبنس، بس anyways كلنا عارفين. جهزوا حالكم لانه بعد ساعة رح نبلش بفقرة تحدي رمضان مع سارة. انا ما دخلني يعني انا بس حاضر يعني هي. anyways في كم شغلة بدي اعطيكم اياها قبل ما نبلش التحدي. جايز اليوم اول يوم تحدي رياضة، انتوا جاهزين؟ انا في جاهزين. الحماس هلا بتتعبي وقت التدريب؟ شو هالقد بتعب وقت التدريب؟ يعني هلا بتتعب ما تتحرك كثير، وفري طاقة. لا ولا احكي. anyways انا شايفك برجر. تشيز برجر. معقول انا اعمل برنامج وما اعملكم تاتشات وحركات؟ عملت لكم جدول 30 يوم لتحدي رمضان مع ساره اللي هو تحدي الرياضه، اوكي؟ كل يوم تعملوا بس هيك تك مشان تشوفوا كم يوم باقي، نحن كم يوم صرنا عم نعمل تمارين، بتشوفوا كل ايام الاستراحه الموجوده، هون في استراحه، هون في استراحه، هون في استراحه وهيك. فرح احط لكم هي الصوره بالستوري اللي بعدها، اعملوا لها سكرين شوت وخلوها عندكم مشان تشوفوا البروجرس، وكل فتره وفتره بننزلها على الستوري، بنشاركها مع العالم، بنفرجيهم انه شوفوا نحن وين وصلنا بالتحدي وهيك، يعني اشياء حماس. بس والله وطبعا قلت لكم انه في نصائح غذائيه رح اقدم لكم اياها برمضان، هي رح احط لكم اياها كل يوم بس لتتذكروا، فيها انفورميشن عن نصائح رمضان مع سارة. لا، نصائح رمضان مع سارة تحمسنا شوي. تحدي رمضان مع سارة، نصائح غذائية برمضان، اوكي؟ فكتبت لكم عن الفطور، عن وقت الغداء والعشاء، بس تقروها رح تفهموا انه في عنا وقت فطور ووقت غداء ووقت عشاء بيوم رمضان، بايام رمضان، كانه يومنا العادي، وهذا الشيء مو كل العالم بتعرف عنه، اوكي؟ وهون كم نصائح عن اشياء ممكن تعملوها مشان ما نوفرها ونخرب نظامنا او صحتنا برمضان. لاي حدا حابب ينزل وزن، حابب يثبت وزن، هاي النصائح كتير بتساعدكم. واللي حابب يزيد وزنه كمان، يعني في كتير طرق، بس انا عم حاول اني اعمل شيء يفيد الكل، لانه اغلب العالم يا حابين يثبتوا وزن يا حابين ينزلوا وزن. فهي نصائح ممكن نحن نتبعها، يمكن ما يكون في فرق شاسع، بس الكنترول برمضان بيعطي نتيجة، خصوصي انه نحن عم نصوم، والصيام كتير مفيد للجسم، فنحن لازم نستغل هذا الشهر اللي عم نصوم فيه لكمان نعتني فيها بجسمنا. وبما انه باقي شوي لنبلش، يعني اقل من ساعة، فهي القوانين تحدي رمضان مع سارة. بدكم تختاروا مكان مناسب للحركة بالبيت، والبسوا شي مريح. انا اوريدي لابسة وجاهزة شي مريح، البسوا جرابات كمان، واختاروا اي مكان ترتاحوا فيه بالبيت. ما في داعي تلبسوا اذا حابين تضلوا بالبيجامه، المهم تكونوا مرتاحين، اوكي؟ اختاروا اي مكان بالبيت تقدروا تعملوا فيها حركات، اوكي؟ وتاني وحده، خلوا تليفونكم بمكان واضح لتقدروا تتبعوا الحركات فيها. خلوا تليفون اي مكان قدامكم تشوفوا فيه مشان تقدروا تتبعوا الحركات. وانتبهوا على اكلكم لتحصلوا على نتيجه حلوه. الرياضه كثير رح تفيدكم برمضان، خصوصي للعالم اللي ما كثير بتعمل رياضه، ويمكن هاي اول مره يقدروا يعملوا فيها تمارين وهيك، رح تحسوا بفرق اكيد، والحركه حلوه كثير. فانا كنت حابه اعمل شيء خلي العالم فيها تتحرك، وخصوصي برمضان لانه كثير بنستفيد بالحركه ونحن صايمين. طبعا التمارين ما رح تكون كثير صعبه لاني بعرف انكم انتم صايمين، بس رح تكون حلوه ورح تضل عم تصعب. رح اخبركم قبل بساعة، قبل ما بلش بساعة او نص ساعة لتجهزوا حالكم، فمفروض تكونوا عم تجهزوا حالكم حاليا، وانا بشوفكم بعد قليل. اول يوم من تحدي رمضان مع سارة، جهزوا حالكم، حطوا التليفون بمكان واضح تقدروا تشوفوا وتتبعوا التمارين منه. اختاروا مكان وين ما بدكم بالبيت يكون فيه مساحة، ما في داعي تحطوا كاربت، اذا عندكم حطوا، اذا ما في عادي، وين ما بدكم، وين ما بترتاحوا. اهم شيء عندي انه تقوموا وتتمرنوا. قومي، انا شايفتك، قومي، ايوه برافو. حطي التليفون، حطيه، برافو عليك، يلا تعي وقفي بمكان. واول شيء رح نعمله
انه نحمي جسمنا. رح نعمل حركات بسيطة، واليوم التمرين كتير بسيط، ما له متعب ابدا، فيكم تعملوه قبل الفطور، عاملينه قبل الفطور، وفيكم تعملوه بعد اللي بدكم اياه، ما بتفرق، بس انا بحب اتمرن على الصيام. على العموم ما رح تعطشوا كتير اليوم، تمرينات بسيطة حلوة لتحركوا جسمكم مشان الايام اللي جاية. نبلش بالتحماية، اوكي؟ بنعمل ايدينا هيك، ونبلش نعمل دوائر صغيرة، اوكي؟ بدنا نعمل 10 من هدول، جاهزين؟ يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رجعت لأيام التدريب، كثير شعور حلو. يلا نرجع نعملها نفس الحركة بس الجهة الثانية هيك، كنا عم نعملها لورا، هلا بدنا نعملها لقدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هيك بنكون حمينا كتافنا وايدينا بشكل عام، بس الكتاف. هلا بدنا نحمي الكتف كله بهالطريقة، اوكي؟ مع الظهر العلوي upper back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الايد الثانية بهالشكل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فينا نعمل ايدين مع بعض، مو مشكلة، خلينا نعملها مع بعض للجهة الثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هلا بدنا نحمي الخصر او هي المنطقة هون، فبدنا نعمل دوائر. 1 2 3 4 5. هلا الجهة الثانية، 1 2 3 4 5. هلا تحماية سريعة للجسم كله مشان نبلش، اوكي؟ بدنا نركض لمدة 15 ثانية. 1 2 3 4 5. يلا شايفتك. 9 10 11 12 13 14 15. وهيك بنكون تحركنا شوي، دقات قلبنا تسرعت شوي، وهلا صار فينا نبلش التمارين. اليوم رح نعمل عدة تمارين، هن 4 تمارين بيركزوا على الجسم بأكمله، اوكي؟ رح نعمل 4 تمارين، 3 تمارين منهم 10 مرات، وواحدة منها 30 ثانية، ورح نرجع نعيدها مرة ثانية مشان يكون في 2 راوندز مو بس 1 راوند، وشوي شوي رح يزيد الموضوع. رح نعمل هالتمارين لمدة 3 أيام، بس يمكن يزيد العيار، ما نعمل 10 نعمل 12، بعدين ثالث يوم 15. خلينا نركز باليوم ونبلش. يلا جاهزين مشان ما تروح التحماية على الفاضي. أول حركة رح نعملها يلي هي السكواتس، رح نعملها 10 مرات، أوكي؟ نبلش رجلينا بهالطريقة، أوكي؟ على نفس مستوى الكتاف، ونبلش ننزل شوي شوي. 1 اوكي هيك. بدنا نعمل اليوم التمارين شوي شوي مشان نركز على العضلة، اوكي؟ مو نعملها بسرعة، لا. يلا نبلش. 3 2 1 1 2. بنعمل بوز صغيرة نحن وتحت. 3 4 5. مفروض تحسوا العضلة عم بتشد. 6 7. حاولوا ما تخلوا الركب لقدام، لازم نرجع لورا، اوكي؟ 7 8 9 10. تمام؟ هيا عملنا 10 من السكوات. هلا الحركة اللي بعدها فيكم تاخذوا بريك لبين ما اشرح لكم الحركة، اوكي؟ الحركة هي البوش ابس، بس رح نعمل بوش ابس ونحن على ركبنا. بدنا نحط الايدين على نفس مستوى الكتاف، نرجع الركبة لورا
ونرفع رجلنا لفوق، وبدنا نعمل 1. حاولوا تنزلوا قد ما فيكن لتحت مشان تحركوا العضلة. يلا كلنا مع بعض على ركبنا، ننزل نحط الايد هيك ونخلي ظهرنا مستقيم، لا فوق ولا تحت، وراسنا على نفس مستوى ظهرنا. اوكي يلا نبلش. 3 2 1 1 2 3 هي صعبة شوي 4 5 6 7 8 يلا 2 more 9 10 ياي هيك بنخون حتى انا تعبت. هيك بنكون خلصنا ثاني تمرين. اوكي يا جماعه هلا عندنا التمرين الثالث، بدنا نطلع نوقف. خذوا بريك، خذوا نفس لبين ما اشرح لكم الحركه. اذا ما حتقدروا توازنوا حالكم حطوا ايدكم على حيط او اي شيء جنبكم مشان يساعدكم على التوازن، او اذا بدكم حاولوا تركزوا على نقطه معينه على الارض وانتم عم تعملوا هاي الحركه مشان تساعدوا حالكم تتوازنوا. الحركه هي بدنا نعمل الليج ريزز، السايد ليج ريزز بنسميها. اوكي 10 مرات على كل جهه. فبنحط ايدنا على خصرنا وبنرفع 1 وبنجيبها لتحت شوي شوي. 2 بنحاول نخلي رجلنا ستريت. اوكي ما تعملوا هيك، حاولوا تخلوا رجلكم دائما فلكس لفوق. اوكي خلينا نبلش. يلا خلينا نوقف. 3 2 1 1 شوي شوي لتحت. 2 التركيز لازم يكون هون. 3 4 5 6 7 الرجل الثانية رح تبلش توجعكم، هذا الشيء طبيعي. 7 I think عملنا 7 عادي. 8 9 and 10. اوكي الرجل الثانية تبلش توجعكم لأنه كل الوزن على هي الرجل. يلا نبلش بالرجل الثانية، ما في بريك. 3 2 1 1 2 3 راح توازني، نجيبها شوي شوي لتحت. 4 5 6 7 8 9 10. هيك بنكون خلصنا ثالث تمرين، وهلا بدنا ننتقل على الرابع. الرابع هي البلانك، رابع حركة البلانك مشان نركز على عضلة البطن. البلانك كتير بتشد، ما فيها حركة كتير بس صعبة. هي عبارة انه ننزل على الارض بهالشكل ونضل متماسكين، ما بنرفع حالنا كتير ولا بننزل حالنا كتير، بنخلي جسمنا ستريت. وهيك فيكم تفتحوا رجليكم، فيكم تسكروها مثل ما بدكم، وبدنا نضل على هاي الحركة 30 ثانية. خذوا نفس. جاهزين؟ يلا 3 2 1 أنا رح أعد. 3 4 5 6 7 8 لا تنسوا تنفسوا. 11 12 13 14 15 16 17 شدوا عضلة البطن. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. اللي بيقدر يضل كمان ضل، اللي مو قادران يوقف. خذوا نفس لأنه بدنا نعيد كل شيء مرة ثانية for round 2. إذا بدكم منشفة جيبوا منشفة، تغسلوا وشكم وتنشفوا إذا عرقتوا مشان نبلش براوند 2
معكن دقيقة. خلصت الدقيقة. يلا بدنا نعيد كل شي. يلا وقفوا، سكتوا التليفون، ما تخلوا شي يشغلكن. قومي قومي لا تضلي قاعدة. يلا يلا 3 2 1 رح نعمل سكواتس. 1 باوز، نطلع لفوق. 2 شوي شوي. 3 باوز. 4 5 بنضل ثانية تحت وبنطلع. اوكي 6 بنحاول نخلي راسنا على نفس مستوى رقبتنا، مو كثير لتحت ولا كثير لفوق. اوكي 8 9 آخر وحدة 10 هولد. 5 4 3 2 1 فاجأتكم صح؟ حبيت هيك ضيف لمسة يعني تضل 5 ثواني تحت مشان نحرك العضلة. اوكي ثاني حركة يلي هي البوش اب. البوش اب كانت صح؟ ولا الليجرز؟ البوش ابس. اوكي بدنا نعمل بوش ابس، ننزل على الركب، خذوا كم ثانية لتاخذوا نفس. اوكي يلا اقعدوا على ركبكم، نحط ايدنا على نفس مستوى كتفنا وظهرنا يكون ستريت، راسنا يكون ستريت، مو كثير تحت ولا كثير فوق. يلا نبلش 3 2 1 1 2 3 4 حاولوا ما تنزلوا بس هيك، تنزلوا كل الجسم مع بعض هيك. 5 6 نفسوا. 7 8 طقت كوعي. 9 10 خذوا نفس مشان ننتقل للحركة الثانية واللي هي leg raises. ناخذ نفس من الأنف بعدين من التم. نحن عم نتنفس بنخلي العضلة تاخذ أكسجين وتتحرك أكثر ما تتعب العضلة معنا، مشان هيك التنفس مع التمرين كثير مهم حتى للدورة الدموية. أوكي يلا جاهزين؟ وقفوا، يا حطوا إيدكم على حيط يا ركزوا بنقطة معينة. 3 2 1 نبلش. 1 شوي شوي لتحت. 2 اوكي 3 يلا 4 برافو. 5 عم حاول اتخيلكم هيك حاطين وعم تعملوا تمارين سو كيوت. 7 8 9 آخر وحدة 10 شوي شوي. ياي حسيتوا حالكم قويتوا؟ تاني راوند هيك جسمكم بلش يتحرك، الدم بلش يتحرك، بتحسوا صارت سهلة، حتى الرجل اللي جد ما كثير وجعتنا مثل أول راوند. يلا تاني راوند ما في بريك. 3 2 1 1 2 إذا مو قادرين تفردوا رجلكم كثير مو مشكلة، حاولوا تفردوها قد ما فيكم. 3 ووب 3 4 حاولوا ما تلمسوا الأرض. 5 بنخلي الرجل طايرة هيك. 6 7 تطلع بسرعة وبتنزل شوي شوي. 8 last 2 9 آخر وحدة 10. خلصت ثالث تمرين. خلصنا ثالث تمرين. هلا عنا رابع تمرين واللي هو البلانك. النهاية ننزل. هذا آخر تمرين لأول يوم لتحدي رمضان مع سارة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا. رح نرجع نعيد هالتمارين نفسها لمدة 3 أيام، بس رح يزيد العيار شوي شوي، وبعدين الأسبوع الثاني حينضاف تمارين جديدة. رح يزيد الليفل. بدكم تعرفوا هيك لو بنبلش مع بعض من الأول رح تلاقوا الليفل عم يزيد يزيد يزيد، بس ما كثير حتتعبوا
لانه بنكون حلا بدنا ننزل نحط ايدنا لنعمل البلانك. فكر حالي حعمل بوش اب. اوكي 3 2 1 جو. 1 2 3 4 5 6 شدوا عضلة البطن لجوا. 7 8 9 10 لا تنسوا تتنفسوا. 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 ما بقي كتير. 7 8 9 10. خلصنا 2 راوندز من أول تحدي رمضان مع سارة. جايز قد ايه اللي عن جد عملها من قلبه، قد ايه انتوا فخورين. ما أخذ شيء. كم دقيقة؟ قد ايه كم دقيقة صرنا؟ يمكن تقريبا 20 دقيقة بس. عملنا 2 راوندز، حركنا جسمنا وعملنا تمارين وخصصنا وقت لحالنا لنحب حالنا فيها ونعتني بجسمنا وصحتنا. يلا يا جماعة جاهزين ننهي التمرين بشوية ستريتشز مشان لازم نسترتش بعد التمرين ولو. يلا جاهزين؟ اوكي يا جماعة بدنا نقعد نمد هاي الرجل ونحاول نعمل ستريتش مشان الرجل. بدنا نمد ونمسك قد ما فينا. اذا فيكم تمدوا تمسكوا رجليكم عادي حتى لو مو قادرين، اقصى ما عندكم وبدنا نمسكها لمدة 10 ثواني. 10 9 لازم الرجل من تحت تكون شادة. 7 6 5 4 3 2 1. اوكي نحركها شوي. ننتقل للرجل الثانية. هيك يمكن تحسوا رجل عن رجل مشدودة أكثر من الثانية. عادي أنا عندي هاي مشدودة أكثر من اليمين. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي خلينا نتربع ونعمل شوية بريذنج ونحرك ايدينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي نجيب هاي الايد نعمل لها هيك ونجيب هاي الايد ونعمل هيك ونكبسها. 1 2 3 4 5. نفلتها نجيب هاي الايد هاي نعمل هيك ونشد الكوع لجوا. 3 4 5. هلا بنجيب هاي الايد بنحطها ورا ندفش الكوع لتحت وستريتش. 5 4 3 2 1. اوكي ثاني ايد ندفش الكوع لتحت. 10 بهالشكل. 9 8 7 6 5. عم بعمل 5 ثواني عديت هاي 10 بالغلط. اوكي هلا بس شوية ستريتش هيك. 10 9 8 7 هاي 10 ثواني. 5 4 3 2 1. وزقوا لحالكم. خلصنا. شفتوا قد ايه كانت سهلة؟ شفتوا قد ايه كانت حلوة؟ ما حاسين حالكم هيك في طاقة؟ إذا عطشانين شوي عادي مو مشكلة. هلا أول وضوء تمضمضوا شوي أموركم بالسليم. بس بلوا تمكن من جوا ما تبلعوا مي. أكيد صايمين يا جماعة. بس عادي لو حاسين حالكم تعبتوا شوي، خصوصا الناس اللي أول مرة عم تتمرن. حلو الواحد يتمرن على الصيام. أوكي بيساعد على نزول الوزن. بس كمان اللي أنا عم بعمله هو مجرد حركة للجسم. يمكن ما كتير تنزلوا وزن، ما كتير تزيدوا وزن، بس انتوا عم تتحركوا، انتوا عم تشدوا جسمكم
عم تبنوا لياقه. فانا حابه اعمل تارجت للكل، انه الكل يستفاد، سواء كنتوا حابين تزيدوا وزن، تنقصوا وزن، او تثبتوا وزن. هي التمارين مناسبه. واذا عندكم اسئله رح بلش جاوب على الاسئله هلا قبل ما يجي وقت الفطور. رمضان كريم، هذا كان اول يوم لهذا البرنامج اللي عملته، البرنامج المتواضع الصغير على سناب شات. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وانا كثير انبسطت اني عم بعمل هيك شيء معكم. بس والله خبروني رايكم. I love you guys.